القولون العصبي مش حكم بالمؤبد. النهارده هنتكلم مع بعض عن مريض القولون العصبي وامتى ممكن نستغنى عن علاج. القولون العصبي مرض مزمن صحيح بس مش خطير، ولازم نعرف ان اكتر حاجه بتاثر عليه الاكل والتوتر والنوم. المريض هنا بيحتاج علاج بس في اوقات معينه، لكن لو عدلنا نظام حياتنا زي طبعا نبعد عن الاكلات المهيجه للقولون اللي فيها دهون وتوابل ومواد غازيه، لازم تعرف ان الاعراض هنا هتقل قوي. في مرضى بعد فتره بيقدروا يعيشوا من غير علاج مستمر، لكن لو طبعا ظهرت اعراض جديده زي بقى فقدان في الوزن او دم في البراز لازم هنعمل فحص جديد، لان ممكن ساعتها يكون حصل مرض مختلف. الهدف مش انك توقف الدواء، الهدف اننا نسيطر على الاعراض باقل تدخل ممكن. دكتور سكر عايزك تسمع جسمك كويس وتاخد الخطوات اللي تريحك، ولازم تعرف ان التوازن ما بين اسلوب الحياه والعلاج هو الحل. ولو كنت من مرضى القولون العصبي وعندك اي سؤال، دكتور سكر معاك وهيجاوبك.